عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا من جديد على قناة مانياس كيتشن. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم مكان اللي قضينا فيه العطلة الصيفية في ايطاليا مع جميع التفاصيل. خليكم مع الفيديو حتى الاخير وما تفوتوا حتى شي لقطة باش تستافدوا من جميع المعلومات، وما تنساوش اللايك. الله يجازيكم بخير باش تشجعوني وتشجعوا القناة تزيد القدام، وشكرا لكم بزاف. بالنسبة للمكان اللي قضينا فيه العطلة هي في مدينة فيرمو بورتو سان جورجو. اسم المخيم او الكامبينغ فيردي ماري. هو على شكل ديور صغار بحال الشكل ديال الكرفان، ولكن هما دويرات صغار تيكريوم على حساب عدد الاشخاص. في الفيديو راه صورت لكم الدار باش تكون عندكم فكره، غير تبعوا الفيديو حتى الاخير. بالنسبه للحج دخلنا الانترنت وقلبنا في جوجل على واحد السيت اللي سميتو اوفيرتا فيلاجي، وتما غادي تلقاو كاع المدن الشاطئيه اللي فيها مخيمات وكذلك الاثمنه ديال الكراء. هنا وصلنا للكامبينغ اللي حنا كرينا اللي هو فيردي ماري. اول حاجه حطينا كاع دوك الحوايج اللي جبنا معانا، كلشي اللي في الطوموبيل خويناها في الدار اللي كرينا، وحطينا الطوموبيل في هذا الكامبينغ هذا اللي حتى هو داخل في الثمن ديال الكراء. هو كامبينغ، سمحوا لي، هذا الباركينغ هذا راه كبير بزاف. تيهز تقريبا راه 200 طوموبيل حتى اكثر، يعني ما عندكمش مشكل مع الباركينغ. هذه هي الدار اللي كرينا فيها. هاد الصاله صغيره فيها هاد الفوتوي، فيها طبيله بالكراسه ديالها، فيها كذلك تلفازه، وفيها كذلك الكليماتيزور في الوقيته اللي يعني ما تيمشيش لواحد لابيسين ولا البحر. الا كان الحال سخون يعني تقدروا تشعلوا الكليماتيزور، تقدروا تستخدموه. هاد الدار هذه يعني راه فيها الشراجم، كلها شراجم، البيوت كلهم فيهم الشراجم، وفيهم كذلك الزنزاريرات على حساب الزنزاري ولا الناموس. هذه الكوزينه فيها الثلاجه، فيها اليارماديتي هادو فيهم الماعن اللي تحتاجوا، فيها الطباس، الكيسان، المقله وكذلك الطاوات. فيها بزاف يعني د الحوايج، الماس، كل شيء اللي تحتاجوا. بالنسبه لنا حنا كعرب او مسلمين وخاصه المغاربه، دينا معنا الكوكوط باش نطيبوا فيها، يعني باش نطيبوا فيها، ودينا معنا كذلك الماكينه ديال القهوه، دينا الشوايه. بالنسبه هنايا لواحد الفكره اللي بغيت نشارك معكم بالنسبه للحم، هنايا راه ما كاينش يعني الجزار. كاين في واحد المدينه اللي قريبه لهادي ولكن بعيده تقريبا واحد 20 كيلومتر. ولهذا من الاحسن تجيبوا معكم اللحم. حنا خدينا ديك الثلاجه صغيره درنا فيها شويه ديال اللحم، شويه ديال الكفته، وشويه ديال الدجاج، اللحم ديال الدجاج جبناهم معنا كونجولي لديك المده ديال الاسبوع اللي حنا غنجلسوا، وجبناهم معنا كونجولي ودرناهم هنا في الثلاجه. ومره تنستعملوهم، مره نديروا لي بات، كل مره تنديروا يعني شي حاجه. جبنا معنا كذلك العطريه، جبنا يعني بزاف ديال الحوايج. بالنسبه اللي ما بغاش يعني يخسر بزاف هنايا الفلوس، يقدر يجيب اي حاجه معاه من الدار. والاخص اللحم كما قلت لكم هنا راه ما كاينش الجزار. بالنسبه للمده او يعني سمحوا لي الفتره اللي تقدروا تكريو فيها، هي في الاوائل ديال يعني في النصف ديال جوج سيمانات الاخيرين ديال شهر 6 والاوائل ديال شهر 7، وكذلك في الاواخر ديال شهر 8 والاوائل ديال شهر 9. تتكون باصه ستاجوني، تيكون يعني الثمن مناسب. من الاحسن تفاداو 7 و8 على وداش تيكون غالي شويه. بالنسبه للبيوت، هذا هو البيت الاول ديال الوليدات الصغار، فيه جوج ديال ليتي، وفيه هذا الشرجم هذا يعني تيطل على الديور الاخرين اللي تيتكراو تيطلوا. كذلك تتلقاو الخضوره بزاف، فيه الربيع بزاف. هاد البلاصه هادي يعني زوينه بزاف، فيهم كذلك تزانزاريره، يعني كلشي الشراجم فيهم تزانزاريرات. الديور كلهم هنا اللي مقومين، يعني دايرين فيهم كاع الحوايج اللي تقدروا تحتاجوا. فيها كذلك هذا البيت هذا فيه كذلك الماريو ديالو، يعني فين ديروا الحويجات ديال الوليدات ديالكم باش ما يبقاوش يعني في الباليزه. ودايرين العلاقات اللي عنده شي حاجه بغى يعلقها يعني. هنايا كاينه بلا هاد البيت هذا كاين كذلك بيت النعاس او البيت النوم، تا هو فيه يعني الماريو ديالو، فيه الشرجم تيطلع على الربيع، فيه تزنزريره. بالنسبه هنايا لواحد الحاجه اخرى، انهم تيعطيوكم كاع الغطاء اللي تقدروا تحتاجوا، والفوطات كذلك لخمسه الاشخاص. مع حنا خمسه ديال الاشخاص، كاع اللي تحتاجوا في ديك المده يعني تيعطيوه لكم. الا كنتو جلستوا اسبوع تيعطيوكم الاغطيه والفراش والفوطات ديال اسبوع. الا كنتو جالسين اكثر من اسبوع يعني اسبوعين، في الاخير ديال الاسبوع الاول تيبدلوا لكم دوك الغطيان كلهم، تيعطيوكم غطيان اخرين باش تبدلوا هذوك اللي عندكم، يعني بلا ما تحتاجوا تجيبوا لي زور ولا الفوطات راهم كاينين. وهذا هو البيت الثاني، فيه لي طوا كاستيلو لجوج الوليدات اخرين. حنا خمسه ديال الاشخاص.
ولكن هاد الدار هذه يقدروا يجلسوا فيها حتى 6 ديال الاشخاص. بالنسبه لثمن الكراء حنا كرينا ب 600 اورو. جينا في بالنسبه لمده اسبوع، الاسبوع الاخير ديال شهر 6 كرينا ب 600 اورو. داخل فيها هاد الدار اللي كرينا، داخل فيها لا بيسين، وداخله فيها كذلك سبياجا، كلهم سبياجا بريفاتا تابعه لهذا الكامبينغ، وكذلك لا بيسين بريفاتو حتى هو تابع لهذا الكامبينغ. بالنسبه لهذا راه التيراتسو كاين قدام هذيك الدار اللي حنا كرينا، مغطيه من الفوق، فيها الكراسه، يعني تقدروا تجلسوا تغداو فيها او تفطروا اللي بغيتوا. هنايا فاش تجيو تعطيوكم هذا الكيت هذا، فيه البرودوي ديال الماعن، فيه الزيوفه باش تمسحوا، فيه بونجا، فيه كذلك ديزينفيتانتي وشويه ديال الصابون، يعني باش تبداو. من بعد راه الانسان نتا يشري، هنا كاين السوبر مارشيات فاش تقدروا تشريوهم او تجيبوهم معاكم. تيعطيوكم كذلك باش تمسحوا الارض، يعني راه مقومه بزاف. وهذه هي سبياجا كما شفتوا، بريفاتا تابعه لهذا الكامبينغ هذا، لهذا المخيم. فيها كذلك الرمله زوينه للوليدات الصغار. فاش يلا تجيو تيعطيوكم واحد تيكيت تيلصقوها لكم في 2 كراسه مع المظل، تيكونوا خاصين ديالكم، تتبقاو تجيو لهم المده كامله اللي نتوما هنايا. يعني حتى واحد ما تيجلس في دوك الكراسه، تتجلسوا فيهم غير نتوما المده كامله، يا الصباح يا العشيه، اللي فين ما جيتوا لهنايا للبحر. وداخل حتى هو في ثمن الكراء. وهنايا حنايا كنا تنديروا يعني واحد النظام، الصباح تنجيو للبحر، وفي العشيه تنمشيو لابيسين. كاين اللي تيجي غير للبحر ما تيبغيش لابيسين، كل واحد وكيفاش بغى ينظم وقته. كما قلت لكم بالنسبه لهذا الكامبينغ هذا، فاش خلصنا حنايا لمده اسبوع 600 اورو. داخل فيها البيت الكراء، وداخل فيها سبياجا بريفاتا، وداخل فيها لا بيسين بريفاتا، وكذلك الباركينغ ديال الطوموبيل حتى هو داخل في الثمن ديال الكراء. وكما شفتوا هنا هاد السبياجا هذه راه زوينه، مناسبه للوليدات الصغار، ما غارقاش بزاف. هذا هو لا بيسين، فيه البلاصه ديال الوليدات الصغار، فيه كذلك ديال الكبار، كبيره بزاف، فيه الكراسه كتار. بالنسبه لهاد الكراسه هادو اللي فيهم المظل راه خاصكم تخلصوه، يعني ما داخلش في الثمن ديال الكراء. ولكن كاين دوك الكراسه اللي ما فيهمش المظل، يعني هادوك داخلين في ثمن الكراء. فاش يلا تجيو تيعطيوكم واحد البراسلي، تديروه كاع في اليد ديال العائله كامله، يعني العائله ديالكم تديروا واحد البراسلي في يديكم، باش فاش تجيو لابيسين تيعرفوكم يعني جايين من داك المخيم او الكامبين، سمحوا لي، اللي كارين فيه. ولهذا تدخلوا بلا ما تخلصوا. وهاد الكراسه كما شفتوا هنايا اللي ما فيهمش المظل، هادو داخلين في الثمن ديال الكراء، مع داك لاصوم اللي تتخلصوا. اما الا بغيتوا هذو كما قلت لكم اللي بالمظل راه تتخلصوهم بوحدهم. وكما شفتوا هنا راه لا بيسين كبير بزاف. كاين كذلك في هاد الجوانب هادو، هنا كاين بلاصه فين تيلعبوا الكره، كاين فين تيلعبوا الباسكيت، التنس. كاين كذلك هنا تشينترو ستيفو، تيديروا انشطه للوليدات. بالنسبه لولادو ما بغاوش يمشيو مثلا لا بيسين ولا البحر، كاينين واحد البلاصه تيديروا فيها انشطه، كاينين الناس اللي تيقابلوهم. فاش غادي تمشيو ان شاء الله، اللي بغى يمشي لهاد البلاصه راه غادي تسولوا، غادي يشرحوا لكم التفاصيل كامله. وهذا لا بيسين يعني صورت لكم في الليل. وهنايا كاينه كذلك بالنسبه للحوايج، فاش تيتوسخوا لكم الحوايج كاينه واحد الغساله عموميه، تتخلصوا 5 اورو، تتعمروها كامله، يعني الكاريكو ديالها 5 اورو. وكاينه كذلك النشافه، حنا كنا غير تنصبنوهم وتنجيبوهم نشروهم في الدار على وداش الحال سخون، يعني ما نحتاجش نشافه، تتخلصوا عليها 5 اورو. بالنسبه لهاد البلاصه هذه تيديروا فيها انشطه في الليل للوليدات وكذلك الكبار. جويه 9 تتبدا هاد الانشطه هذه، من 9 حتى 10 تيديروا الوليدات الصغار، ومن بعد تيديروا الكبار. ولهذا حنا كنا تنديو وليداتنا يعني حتى لجويه 10 صافي، وترجعوا في الدار، اللي بغى يجلس راه تيجلس. هنا خرجنا نضربوا دويره في المدينه، قلت نشارك معكم. هنايا كاينون اوطيلات، اللي بغى يكري يعني في لوطيل بلا ما يكري في الكامبينغ، الا ما بغاش كاينين اوطيلات تقدروا تكريو فيهم حتى هما في هذه البلاصه هذه، بورتو سان جورجو. تقدروا كذا كاينين هنايا كذلك سبياجات اللي تابعين لوطيلات. فاش تكريو لوطيل تتكون يعني منخرط مع شي سبياجا من هادو او شاطئ من هادو اللي هنا. اما بالنسبه للكامبينغ او المخيم اللي حنا كنا فيه، عنده السبياجا ديالو بريفي ديالو، كاين كذلك البيسين ديالو بريفي، يعني ما تنحتاجوش نجيو لهنا، كلشي كاين في داك الكامبينغ لداخل. هنايا هنا سوبر مارشي هذا كبير بزاف، سميتو وازي، يعني تقدروا تمشيو تقداو فيه فاش تكونوا تما. ما بعيدش بزاف على هذا الكامبينغ هذا، تاخذوا الطوموبيل وتمشيو تقداو. فيه كاع الحوايج اللي تحتاجوا، فواكه، خضار، الحوت، كاع الخبز، اي حاجه تحتاجيتوها. كاين كذلك لوفييس، كاين
بيتزيريا، كاين اللي بغى يشرب القهوه، كاين بلاص كثيره بزاف. حاجه وحده اللي ما كايناش هنا هو اللحم حلال، يعني خاصكم تمشيو لواحد المدينه قريبه لا بغيتو تشريو، يعني بعيده بشي 20 كيلومتر. الا نتوما ما بغيتوش حسن تجيبوه معاكم كونجولي لديك المده، على القياس المده اللي نتوما جالسين، وما تحتاجوش تقلبوا على اللحم يعني هنايا. صافي، هادو هما المعلومات اللي قلت نشارك معاكم، يعني نتمنى نكون يعني وضحت لكم كل شيء. كما شفتوا هنايا مره اخرى راه 600 اورو كرينا بها، 600 اورو يعني كرينا بها دار لخمسة اشخاص لمده اسبوع، داخل فيها الدار ديال اللي كرينا، داخل فيها لابيسين، داخل فيها كذلك الباركينغ، داخل فيها سبياجا، يعني ما تزيدوا حتى حاجه اخرى من عندكم، غير الا بغيتوا شي حاجه اخرى نتوما تاخذوها تما، يعني راه تيبقى لكم الاختيار. وبهذا نكون يعني تنتمنى نكون شرحت مزيان. وتمشيو ان شاء الله، اللي بغى يسافر يبدل الجو في هنايا في ايطاليا، اللي ما مشاش للمغرب يعني وبغى يدي ولادو لشي بلاصه، هاد البلاصه راه زوينه بزاف، بالاخص انها عائليه تيمشيو ليها الاغلبيه العائلات، وكذلك مقومه مزيان والثمن مناسب. تنتمنى نكون فتكم ولو شويه. وبهذا نكون وصلنا نهايه الفيديو ديال هذا النهار، وحنا راجعين ان شاء الله للدار. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي، وخليتكم في امان الله وحفظه.